السلام عليكم. جلس رجلان فقيران على طريق زوجة أحد الملوك كانت معروفة بكرمها، فكان أحدهما يقول: اللهم ارزقني من فضلك، والآخر يقول: اللهم ارزقني من فضل زوجة الملك. وكانت زوجة الملك تعلم بذلك منهما وتسمع، فكانت ترسل لمن طلب فضل الله درهمين من فضة، وترسل لمن طلب فضلها دجاجة مشوية في جوفها 10 دنانير ذهبية. فكان صاحب الدجاجة يبيع دجاجته لصاحب الدرهمين بدرهمين كل يوم، وهو لا يعلم ما في جوفها من دنانير ذهبية. وأقام على ذلك 10 أيام متوالية، ثم أقبلت زوجة الملك عليهما وسألت طالب فضلها: أما أغناك فضلنا؟ قال: وما هو؟ قالت: 100 دينار في 10 أيام. قال: لا، بل الدجاجة كنت أبيعها لصاحبي بدرهمين. فضحكت وقالت: طلبت من فضلنا فحرمك الله، وذاك طلب من فضل الله فأعطاه الله وأغناه. فمن اعتمد على الناس ذل، ومن اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على علمه ضل، ومن اعتمد على نفسه مل، ومن توكل واعتمد على الله فما ذل ولا قل ولا ضل ولا مل. اللهم ارزقنا التوكل عليك ولا تحرمنا من فضلك.